خيانات الشيعة لأهل البيت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن الخائن لا يلوي على شيء ولا يفرق مع من يكون خائنا ومع من يكون أمينا، فإن الخيانة داء إذا خالط دماء الإنسان فإنه يجعله خائنا ولو مع أقرب الناس إليه. والشيعة الذين غالوا في حب آل البيت وعلى رأسهم علي بن أبي طالب ثبتت خيانتهم له منذ اللحظات الأولى لظهور التشيع إبان الفتن التي ثارت ثائرتها بين الصحابيين الجليلين علي ومعاوية رضوان الله عليهما. ومن خيانتهم لآل البيت الذين يزعمون أنهم ينصرونهم ويدافعون عنهم أنهم خانوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه إمامهم الأول، فقد قالوا لعلي: يا أمير المؤمنين، لقد نفدت نبالنا وكلت سيوفنا وتكسرت أسنة رماحنا، فارجع بنا فلنستعد بأحسن عدتنا. فأدرك علي أن عزائمهم هي التي كلت ووهنت وليس سيوفهم، فقد بدأوا يتسللون من معسكر عائدين إلى بيوتهم دون علمه حتى أصبح المعسكر خاليا. فلما رأى ذلك دخل الكوفة وانكسر عليه رأيه في المسير، وأدرك الإمام علي أن هؤلاء القوم لا يمكن أن تنتصر بهم قضية مهما كانت عادلة، ولم يستطع أن يكتم هذا الضيق، فقال لهم: ما أنتم إلا أسود الشرى في الدعة وثعالب رواغة حين تدعون إلى البأس، وما أنتم لي بثقة، وما أنتم بركب يصال بكم ولا ذي عز يعتصم إليه، لعمر الله لبئس حشاش الحرب أنتم، إنكم تكادون ولا تكيدون وتنتقص أطرافكم ولا تتحاشون. والعجيب أن شيعة علي من أهل العراق لم يتقاعسوا عن المسير معه لحرب الشام فقط، وإنما جبنوا وتثاقلوا عن الدفاع عن بلادهم، وقد هاجمت جيوش معاوية عين التمر وغيرها من أطراف العراق، فلم يذعنوا لأمر علي بالنهوض للدفاع عنها، حتى قال لهم أمير المؤمنين علي: يا أهل الكوفة، كلما سمعتم بمنسر، المنسر هي القطعة من الجيوش تكون أمامه، من مناسر أهل الشام انجحر كل امرئ منكم في بيته، وأغلق بابه انجحار الضب في جحره والضبع في وجاره، المغرور من غررتموه، ولمن فازكم فاز بالسهم الأخير، لا أحرار عند النداء ولا إخوان ثقة عند النجاة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يخونوا عليا فقط، بل خانوا الحسن كذلك، بل جرحوه وطعنوه وهموا بتسليمه للأعداء. فلما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبويع ابنه الحسن رضي الله عنه بالخلافة، لم يكن يؤمن بجدوى حرب معاوية، وخصوصا أن شيعته خذلوا أباه من قبل، ولكن عاد شيعتهم من أهل العراق يطالبون الحسن بالخروج لقتال معاوية وأهل الشام، فأظهر الحسن حنكة كبيرة دلت على سعة أفقه، فهو لم يشأ أن يواجه أهل العراق من البداية بميله إلى مصالحة معاوية وتسليم الأمر له حقنا لدماء المسلمين، لأنه يعرف خفة أهل العراق وتهورهم، فأراد أن يقيم من مسلكهم الدليل على صدق نظرته فيهم وعلى سلامة ما اتجه إليه، فوافقهم على المسير لحرب معاوية، وعبأ جيشه وبعث قيس بن عبادة في مقدمة على رأس 12,000 وسار هو خلفه. فلما وصلت تلك الأخبار إلى معاوية وتحرك هو أيضا بجيشه ونزل مسكن، بينما الحسن في المدائن، إذ نادى مناد من أهل العراق أن قيسا قد قتل، فسرت الفوضى في الجيش وعادت إلى أهل العراق طبيعتهم في عدم الثبات، فاعتدوا على سرادق الحسن ونهبوا متاعه، حتى أنهم نازعوه بساطا كان تحته وطعنوه وجرحوه. وهنا فكر أحد شيعة العراق وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي في أمر خطير، وهو أن يوثق الحسن ابن علي ويسلمه طمعا في الغنى والشرف، يعني يسلمه لمعاوية، فقد جاء عمه سعد بن مسعود الثقفي، هذا هو المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي خرج على الدولة الأموية وادعى أنه من شيعة آل البيت، وجعل يطالب بدم الحسين، وما كان ذلك منه إلا نفاقا وستارا يخفي خلفه مطامعه الشخصية في الملك، وكان واليا على المدائن من قبل علي. فقال له: هل لك في الغنى والشرف؟ قال: وما ذاك؟ قال: توثق الحسن وتستأمن به إلى معاوية. فقال له عمه: عليك لعنة الله، أثب على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوثقه، بئس الرجل أنت، بل إن الحسن رضي الله عنه كان يقول: أرى معاوية خيرا لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لي شيعة، ابتغوا قتلي وأخذوا مالي، والله لأن آخذ من معاوية ما أحقن به دمي في أهلي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلوني فيضيع أهل بيتي وأهلي، والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوا بي إليه سلما، والله لأن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير. وهل توقفت خيانته على علي وولده الحسن؟ بالطبع لا، بل وصل الأمر إلى الحسين كذلك. فبعد وفاة معاوية رضي الله عنه سنة 60 هجرية توالت رسائل ورسائل أهل العراق على الحسين بن علي رضي الله عنه تفيض حماسة وعطفا، وقالوا له: إنا قد حبسنا أنفسنا عليك ولسنا نحضر الجمعة. قال الدكتور موسى الموسوي وهو شيعي أن الأكثرية من فقهاء الشيعة اجتهدوا أمام النص الصريح وقالوا بالخيار بين صلاة ظهر الجمعة، وأضافوا أن شرط إقامة الجمعة حضور الإمام الذي هو المهدي. في عصر غيبة الأئمة تسقط الجمعة من الوجوب العيني، ويكون للمسلمين الخيار في الإتيان بها أو بصلاة الظهر.
وقالت فئة أخرى من فقهائنا بحرمة صلاة الجمعة في غيبة الإمام ويقوم مقامها صلاة الظهر. وتحت إلحاحهم قرر الحسين إرسال ابن عمه مسلم بن عقيل ليستطلع الموقف، وما إن علم بوصوله أهل العراق حتى جاءوا فأخذ منهم البيعة للحسين، فقيل بايعوا 12,000، ثم أرسل إلى الحسين ببيعة أهل الكوفة وأن الأمر على ما يرام. تخيل كل هذا العدد بايع الحسين، وللأسف خدع الحسين رضي الله عنه بهم وسار إليهم بعد أن حذره كثير من المقربين إليه من الخروج لما يعرفون من خيانة شيعة العراق، حتى قال له ابن عباس رضي الله عنه: أتسير إلى قوم قد قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم، فإن كانوا قد فعلوا ذلك فسر إليهم، وإن كانوا إنما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر وعماله تجبي بلادهم فإنما دعوك إلى الحرب والقتال، ولا آمن عليك أن يغروك ويكذبوك ويخالفوك ويخذلوك، وأن يستنفروا إليك فيكونون أشد الناس عليك. وبالفعل ظهر غدر الشيعة أهل الكوفة برغم مراسلتهم للحسين حتى قبل أن يصل إليهم، فإن الوالي الأموي عبيد الله بن زياد لما علم بأمر مسلم بن عقيل وما يأخذ من البيعة للحسين جاء فقتله وقتل مضيفه هاني بن عروة المرادي. كل ذلك وشيعة الكوفة لم يتحرك لهم ساكن، بل تنكروا لوعودهم للحسين رضي الله عنه، واشترى ابن زياد ذممهم بالأموال. فلما خرج الحسين رضي الله عنه وكان في أهله وقلة من أصحابه عدد نحو 70 رجلا، وبعد مراسلات وعروض تدخل ابن زياد في إفسادها دار القتال، فقتل الحسين رضي الله عنه وقتل سائر أصحابه، وكان آخر كلامه قبل أن يسلم الروح: اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا. بل جاء في كتب الشيعة أنفسهم أنه دعا عليهم بدعاء مشهور، فجاء في أعلام الورى للطبرسي أن الحسين دعا عليهم فقال: اللهم إن متعتهم ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. أين ذهب 12,000؟ تبخروا. وأيضا خذل الشيعة من أهل الكوفة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأظهروا نصرته والبيعة له حين خرج على الخليفة هشام بن عبد الملك الأموي، ثم سألوه عن أبي بكر وعمر فترضى عنهما وأبى أن يتبرأ منهما فرفضوه، فقال لهم: رفضتموني، وتركوه يقاتل والي العراق بقلة من أصحابه حتى قتل سنة 122 هجرية. فهذا التاريخ يشهد على هؤلاء بالخيانة لآل البيت، يزعمون أنهم ينصرونهم ويدافعون عنهم، فلم ينصروا عليا ولا الحسن، بل قتلوا الحسين بخيانتهم وغدرهم بعد دعوتهم له ووعده بالنصرة، ولو لم يطلبوا منه الخروج ما خرج، ولكنهم ألحوا عليه بالخروج وبايعه الآلاف، فلما خرج خانوه وتركوه يواجه الموت هو أهل بيته. فقد قتل في هذا اليوم الكثير من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفوا بذلك، بل كانوا مع جيش زيد بن علي زين العابدين، وقبل بدء المعركة أرادوا الهروب فسألوه ما يقول في أبي بكر وعمر، فأثنى عليهم خيرا فتركوه في 500 من أصحابه أو أقل حتى قتل رحمه الله. فهؤلاء بدل أن يسموا بشيعة آل البيت عليهم أن يسموا بقتلة آل البيت. أرأيت سوء صنيع القوم وكيف كان غدرهم وخيانتهم حتى بآل البيت الذين زعموا حبهم واتخذوه ذريعة في عدائهم لكل من عادوا. وهل بعد خيانتهم لآل البيت يستبعد خيانتهم للأمة عامة؟ فهم منذ اللحظات الأولى يجبنون عن الحرب ويبيعون ذممهم بالأموال، ويفكرون في الخيانة في مقابل الغنى والشرف، ولو كان الثمن وتسليم واحد من أكابر آل البيت كما فكر المختار الثقفي أن يسلم الحسن بن علي للأمويين. فهذه حقيقة القوم وخيانتهم لآل البيت. ثم نجد من يخرج بعد ذلك يريد تلميع صورتهم وإظهارهم بمظهر المدافع عن الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.